الله وبركاته، اهلا وسهلا بكم في لقاء جديد على قناة كبسولة بيزنس. النهارده هتكلم في موضوع مهم جدا، اتمنى تستفيدوا منه. وفي البداية احب اقول لكم كل عام وانتم بخير بمناسبة العيد، وربنا يجعله يا رب عيد سعيد على الامة الاسلامية اجمعين وعلى كل الناس، ويوفقهم وينجحهم ويفتحها عليهم. اولا انا النهارده عامل فيديو بعنوان مهم قوي لكل الناس، وده احنا اللي محتاجينه دلوقتي. ازاي تستثمر وتعمل استثمار في السنة يوصل ل20,000 دولار. طب الرقم بتاع ال20,000 دولار ده، عشان بس ابدأ كده احط معاك شوية خطوات نمشي عليها. هل هو صعب ان انا اجيبه في سنة واحدة؟ لا، مش صعب. طب لو انا عايز اعمل 30,000 دولار او 40,000 دولار في سنة واحدة من شغل وانا قاعد في البيت، هل ده صعب؟ لا، مش صعب. الحقيقة ان يرتكز عملية ربح الفلوس في بعض الخطوات الاساسية اللي انا بالنسبة لي هديها لك من وجهة نظر اقتصادية. يعني اقول لك الفترة الحالية اقتصاديا ايه اللي بيحدث فيها. اولا على محور الذهب، انت شايف الذهب بدأ يتأثر بشكل جيوسياسي وشكل كبير جدا بالاخبار السياسية الخارجية، وخصوصا سعر الفايدة، وخصوصا سعر صرف الدولار، وخصوصا الاجواء اللي بتحدث حوالين منه. حتى سعر البنزين وسعر ادوات النفط وكل حاجة النفط بدأت تزيد، حتى البنزين بيزيد. سعر الذهب الفترة اللي فاتت بدأ ينزل سنة بسيطة، بعد كده نزل، كان حتى وصل في مرحلة ان 5545، وفي ناس متوقعين انه يبقى 6000، متوقعين انه يوصل ل6000 دولار. وحتى في توقعات تانية في البنوك الامريكية والاجنبية زي جولدمان مان سايكس بتقول انها تعدي 6200 جنيه، 6200 دولار السنة الجاية، وده تصريحاتهم. مبدئيا انا كظهور تأثيرات، انت بتشوف الذهب بيعلى بال100 جنيه وينزل مثلا 150 200 جنيه، وبدأ يزيد، وزياداته لو حسبناها من 2023 لحد دلوقتي لا زيادات كبيرة، وعدت ال200 جنيه في الجرام الواحد. دي معلومة أساسية. الذهب بيتم استثماره على مدى طويل، وعلى مدى طويل جدا من 5 سنين ل10 سنين، وهو افضل وسيله لحفظ قيمه الفلوس، ان الفلوس ما تتاثرش. زائد تاني حاجه، يتم استثمار الذهب في هذه الفترات عشان لو في عائد ابدا اجنيه. طب هل ينفع اخش في الذهب كمضاربه، اضارب في الذهب؟ يعني انا مثلا معايا مليون جنيه 2 مليون جنيه، اخش في فتره زي دي اشتري واقوم بايع، وبعد فتره تانية اقوم اشتري وابيع؟ لا. يعني هو دي طريقة من طرق المكسب، او ان انا اربح او استثمر، بس في طرق اساسية غير كده عن الاستثمار. يعني انا لما تيجي تسألني اعمل ازاي 40,000 دولار في السنة، هقول لك المهارة اللي عندك الاساسية. في واحد مثلا تعلم مهارات قدرت تكسبه مبلغ كويس، زي مثلا الجرافيك ديزاينر. واحد تاني عنده مهارات مثلا في تصميم الاعلانات، او انه يعمل حملات تسويقية للبراندات، شغال تسويق بالعمولة، او متخصص للحملات التسويقية. دي شغلانته هي اللي هتجيب له المبلغ ده، وهي اللي تصنع له العائد وتدخل له عائد اكبر لما ينمي المهارات اللي بيبدأ يتعلمها في هذا النطاق. فلذلك الامر انت مش محتاج تعتمد على الذهب كوسيلة اربح في شهر شهرين، لا. الذهب يزيد من سنة لسنتين 3 سنين 4 سنين، والذهب بيذهب. ان انت مثلا برضو دي من احد الوسائل اللي انا سمعتها الاقتصاديين اللي قالوا عليها. لو عايز تفتح مشروع، لا، حوش فلوسك في الذهب الاول، وبعد كده فكها، خد الفلوس وروح افتح بيها المشروع. عملت حاجتين، حافظت على قيمة الفلوس، عملت عائد متوقع كويس، بعد كده استخدمته كادخار. طب حصل عملية استثمار وحقق عائد كويس، طب ماشي، انت كويس واولى بده، بس على المدى الاكبر والاطول. لان انا برضو لو هرجع بقى اقارن من 20 سنة الذهب كان بكام ودلوقتي بكام، ففي زيادة متوقعة، بس
ما تأثرش على نفسك قوي وتقعد تقول ده الذهب انا استثمر في الذهب وانسى بقيه المجالات. وانا ضربت مثل بحاجتين اتنين بس، جرافيك ديزاينر او تمويل الاعلانات او تسويق بالعموله للشركات اللي بتضمن لك حقك. منتج مثلا بشكل ما بتاخد عموله $20، منتج تاني بتاخد فيه $50. لو قدرت تعمل $1600 ولا $1700 في شهر واحد، في السنه هتحاول تجيب الرقم $20,000 بس. من ايه؟ من المهاره المكتسبه. زائد تاني نقطه ان انا ابقى متقن للمهاره دي وبنميها، ما اقفش عند نقطه معينه واقول انا خلاص هي دي الشغلانه اللي انا ببدا اشتغلها وخلاص وانا مش هتعلم تاني، لان المعرفه هي اكبر وسيله للاستثمار. ولما تيجي تسال اي حد هتقول له ايه اهم حاجه استثمر فيها، يقول لك نفسك. ولو ما قالكش استثمارك في نفسك ده هو الاقدر بيك ان انت تعمله وتشتغل عليه، هو مش هيفهم حاجه. ثانيا عايز اكلمك برضو في التفكير انك تعمل مشاريع، وحاول تتأنى. خد مبلغ مثلا بسيط، حوش مبلغ بسيط، ابدأ اشتغل بيه. المبلغ ده لما انا ابدأ استثمره، هنا بقى عملية الاستثمار، واقدر اقول لك ممكن يحصل عائد 40%، عائد 50% على راس المال. بس في بعد ما استثمر وبعد ما اجني ربح في منشأة وفي محل مثلا انا انشأته بيدخل علي ربح بعد سنة، بعد 2، بعد 3، بعد فترة، وبيكسب. ومن الوسائل اللي انا عايز اتكلم فيها فيها ربحية وفيها معدل استهلاك الناس محتاجاها ومطلوبة، وعايز اتكلم معاك فيهم ان شاء الله. نعمل فيديوهات مفصلة عن هذا الموضوع. ولكن يا جماعة مش صعب ان انت تعمل $40,000 في السنة او $50,000 في السنة. ده متوقف عليك انت، سعيك، المجهود، المهارات اللي انت تمتلكها، الخبرة المكتسبة عندك. في واحد تاني عنده خبرة اعلى منك هيعمل مبلغ اكبر منك. فلذلك الامر هو العلم يا جماعة، هو المحرك الاساسي وهو الاداة الوحيدة اللي بتغير ما بين واحد وواحد تاني خالص. وانا والله مش بقول لك الكلام ده اللي هو ما اقولكش ما تفكرش، ما تعملش مشروع، لا، او حتى اضايقك بالكلام، لا. انا بقول لك الكلام ده من اجل النصيحة. الفترة اللي جاية والمستقبل محتاج المهارات بشكل كبير، وفي ده في ظل كمان الذكاء الاصطناعي اللي بينهي حالة وظائف، وبينهي وظائف بشكل كبير. يعني في وظائف كتير جدا الذكاء الاصطناعي AI هيلغي وجودها. فانت لو مش عندك نوع من انواع اكتساب المهارات في السوق اللي مليان بتنافس عالي ده، انت اللي هتروح وهتفشل ومش هتلاقي حاجة تعملها. من امثلة المشاريع اللي انا بقولك بتدر ربح كويس وتنفع كاستثمار كبير، وبرضو العائد عليها كمنتج او كسلعة او بضاعة ان انا اكسب منها في اي فترة، حتى لو فترة فيها تضخم، حتى فترة الظروف الاقتصادية فيها تأثير، السعر بتاعها هيزيد مش هيقل. اول حاجة تجارة القهوة والبن، وان شاء الله هعمل لكم شوية فيديوهات يعني بتكون اكثر تفصيلا ودراسة جدوى لهذا المشروع المهم اللي انا نفسي اصلا حابب ان انا ابدا اعمل مشروع زي ده وابدا اشتغل عليه، لان هو فعلا فيه ربح كويس واستثمار عالي ومكسبه كويس. تاني نوع من الاستثمار وقد يتعجب البعض ان انا اذكرها هي تجارة الخردة. تجارة الخردة عايزة فكر ودماغ وعقلية شغالة، وواحد بيفكر بمنظور كبير جدا لكل حاجة بيبص عليها حواليه. يعني عندك الكاوتش، عندك الحديد، النحاس، الألمونيا، البلاستيك وجميع أنواعه، وبرضو عندك الورق والكرتون وجميع أصناف الخردة، حتى الإزاز، حتى البلاستيك المتكسر أو البلاستيك بتاع الفص بتاعت الفواكه أو الكلام ده كله. كل ده في ضوء فكرة عندك انت تلم بمبلغ مثلا كويس من الناس اللي بتبيع، الناس اللي بتجيب الحاجات ديت، وتقوم واخد منهم انت البضاعة دي، تقوم مديله فلوسه وتاخد البضاعة دي وتجمعها وتقوم موديها للمصانع وتبدأ تورد. يبقى انت بتستلم اول مرحلة وبعد كده بتورد للمصانع، تشتغل على توريدات المصانع الصناعية. اللي محتاجة حديد هتديله، اللي محتاج نحاس هتديله، اللي محتاج ألمونيا
اللي محتاج جميع انواع الخردة، حتى الثلاجات والغسالات من الديب فريزر والادوات المنزليه الموجوده في كل بيت، الدولاب والسرير والحاجات دي. الحاجات دي ممكن تجي لك انت كتاجر خرده تشتريها، تبدا تبيعها بسعر اعلى. لو انت خدتها مثلا شريتها راجل ب 2000 3، هتبيع سرير ب 5000، هتبيع دولاب ب 10، هتبيع ب 15، ايا كان الحيثيه اللي هتبدا تستخدمها. دول مشروعين انا بقول لك عليهم. مشروع الخرده مش بيخسر، ومفيش فيه داعي ان انا اقول لك ده والله مفيش خساره ولا فيه تاثير ولا، وممكن تبدا فيه ب 100000 جنيه وب 50000 جنيه واشترط المكان اللي انت هتبدا فيه، لان ده هيدي لك ربحيه وانتاج ومكسب كبير. دي اول حاجه. تاني حاجه مهمه جدا برضو هي القهوه والبن. زي ما انا ذكرت بيحقق عائد كويس وربحيه عاليه، في حين لما انا اشتري بجوده كويسه وجوده من مطاحن كويسه. وتاني نقطه هي ان انا اشتري منتج عالي الجوده وتحميصه كويسه وتحويجه وتوليفه عاليه. وركز على الكلمتين دول، تحويجه كويسه وتوليفه عاليه، لان انت لو في حاجه نقصت منهم هتاثر على الجوده، فالجوده تبقى سيئه. تالت مشروع هو مشروع ملابس البالة. ده من المشاريع الأساسية اللي هتكسبك وفيها ربح كويس، وفعلا بتدي حيز من الربح حلو، وبتنجح اللي بيشتغل فيه. وممكن تبدأ فيه من أول 30000 جنيه ل50 40000 100000 200000 بالرقم اللي انت عايزه، فيما أعلى من 50000. وممكن أبدأ ب20000 برضه. ما تقولش لنفسك في اي مشروع انا المشروع الفلاني لا المبلغ ده صغير، لا ابدا صغير، ابدا بامكانيات بسيطه بمنتجات قليله وابدا اشتغل. طب انا لو بدات في مشروع زي ملابس البالة ده، ممكن ايه المتوقع ان انا اقدر اكسبه في الشهر؟ ممكن اكسب من 15000 جنيه ل 20000 جنيه لو انا اشتغلت في بالة كويسه، لو بدرجه بالة كريمي او درجه اولى او درجه تانية، او الدرجات بتاعت البالة مثلا المتواجده في السوق، او حتى شغل الاستوك، من قميص، من بناطيل، من بدل، من بلوزات حريمي، لبس اطفال، تيشيرتات، قمصان رجالي، بروفلات، جواكت الرجالي. وبالمناسبه الجاكيت الرجالي بيبقى فيها مكسب اعلى كويس، والقمصان برضو لان بتبقى خفيفه شويه، وهم هناك بره يبقى عندهم كم متنوع كبير جدا من الجواكت والقمصان وهكذا. وبيرى اغلب البعض ان التيشيرتات ما بتبقاش جودتها كويسه جدا من لما بتيجي بالة، ولكن اشتري بدرجه كويسه، درجه كريمه عاليه او درجه كويسه تقدر تشتغل فيها ستوك كويس من بلد ومنشأ كويس، من صنع ومنشأ بلد كويس. ان هناك بيبقى في مصانع او معامل بتجمع الملابس وتجمعها في بلاد وتقوم مصدرها لنا على مصر. دي حاجه مهمه جدا تحطها في بالك. زائد الرابع مشروع، وان شاء الله ده انا هعمل له فيديو كامل، دراسه جدوى متكامله كامله، هو مشروع مزرعه عجول التسمين بطرق، منهم طريقتين: عجول التسمين دوره كامله، وعجول التسمين دوره نص دوره اللي هي بتبقى 6 شهور. لان مرحله التسمين الحيواني والانتاج الحيواني لها مراحل، وفي كمان مرحله في اول الفتره ما بين الفطام لحد لما العجل بيتفطم وهو صغير. كل الفرص دي متاحه قدامك انت، ان انت تستثمر، تحوش مبلغ، تحاول تخش بمبلغ بسيط وتتعلم وتخش وجازف، بس في مخاطره مدروسه، في مخاطره انا عارف العواقب بتاعتها وانجح فيها ازاي واطور من نفسي ازاي. ابدا بعد كده الاقي مدى ربحي كويس، الاقي نفسي اتعلمت صنعه واتعلمت في خبره في المجال اللي انا اشتغلت فيه. يعني الاربع مجالات دولت في حاجات منهم محتاجه خبره قوي، في حاجات مش محتاجه قوي، زي مجال البالة، زي برضو تجاره الخرد. انا في البدايه محتاج اتعرف على المواد ديت، محتاج اتعرف على ده حديد ازاي وده نحاس ازاي وده نوعه ايه وده نوعه ايه في البدايه. وبعد كده هبدا اتعلم، والتجار اللي هتشتغل معاها من مصلحتهم ان انت تبقى شغال معاهم، فهيبدا يعلمك وهتبدا تحتك بالناس وتبدا في معايشه للمجال والناس اللي شغاله في المجال، فتبدا تمارس هذا العمل وتنجح فيه. بشكر حضراتكم على استماعكم الجيد لهذا الفيديو، وبكرر معايدتي للناس:
عاده الله عليكم هذا العيد باليمن والبركات والسعادة والصحة والعافية، وجزانا وجزاكم كل الخير. السلام عليكم.